عدد من مصادر دخل. لو مستني في الفيديو ده انك تاخد معلومه تطلع بيها من بكره تعمل فلوس، يبقى الفيديو ده مش ليك. لكن انا جاي اقول لك على افكار وازاي تستغلها وازاي تستفيد منها. اول حاجه اليوتيوب. كلنا بنشوف فيديوهات على اليوتيوب وبيظهر لك اعلان على الفيديو، والاعلان ده بيجيب فلوس لصاحب القناه، فانت بكل سهوله تقدر تعمل لنفسك قناه مجانيه تماما. بس خلي بالك ان اليوتيوب عليه اكتر من 50 مليون قناه، فانت لازم تفكر تعمل ايه مختلف علشان تتميز في وسط الملايين من القنوات دي. لكن في شويه شروط هتحتاجها قبل ما تفعل قناه على اليوتيوب، وايه الافكار اللي انت تقدر تكسب منها هسيبها لكم في اول تعليق. تاني حاجه المدونه او البلوج او الموقع زي ما بيقولوا. فكرته اسهل من اليوتيوب لان هو مش بيعتمد على التصوير وعلى مونتاج، فكرته كلها قايمه على مدونه، على كتابه وعلى صياغه الكتابه دي. باختصار المقالات. وفي طريقتين للمدونه علشان تعرف تكسب بيها. اول طريقه ان المقال بتاعك يظهر في محرك بحث جوجل عن طريق الاس اي او. تاني طريقه ان انت تسوق للمقال ده عن طريق السوشيال ميديا زي الفيسبوك وهيجي لك زيارات من عليه. تالت حاجه التجاره الالكترونيه. اهم نقطتين في الموضوع المنتج والتسويق للمنتج. لو اردت تطلع منهم بحلول محدش يعرف ينافسك. انت احسن واحد تقدر تختار المنتج اللي انت عايز تسوق له، وعندك طرق كتير تقدر تسوق من عليها للمنتج ده، سواء انك تعمل صفحه على الفيسبوك او عن طريق الاعلانات المموله او عن طريق المتجر الالكتروني اللي هو الماركت بليس اللي على الفيسبوك. في مواقع مختلفه تقدر تسوق عليها زي امازون، زي جوميا، زي نون، زي اي باي. رابع حاجه كتابه المحتوى. المحتوى هو العمود الفقري لاي قناه ولاي حمله تسويقيه او حتى اعلان، وهو اللي بيخليه يضرب وبيخلي الناس كلها تنتبه له. انت ككاتب ازاي تخلي القارئ او المستمع للفيديو بتاعك يكمله للاخر، وكمان تحقق اللي انت عاوزه منه، سواء عايز تبيع منتج او عايز توصل معلومه معينه. وده مجال مش مرتبط لا بسن ولا بمؤهل ولا بشهاده تعليميه معينه، فلو انت عندك المهاره دي استثمرها في حاجه زي كده. خامس حاجه بيع صور من موبايلك. في مواقع وتطبيقات بتشتري الصور دي منك زي شاتر ستوك، جيتي ايمجز، 2020، ماركت شوت. سادس حاجه الديزاين، سواء مواقع او تصميم صور. سابع مجال اتعلم اي سي او، ازاي توصل موقعك ان هو يوصل لنتائج اعلى، وفي الاول في محركات بحث جوجل، ان انت تخلي موقعك ازاي يظهر في بحث جوجل في اوائل الصفحات وفي اوائل النتائج. لو محتاج تعرف تفاصيل اكتر هسيبها لك في اول تعليق. السلام عليكم.